يا صباح الفل عليكم، يا مساء الخير، على حسب ما انت تشوف الفيديو. ازيك يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ يا رب دايما بخير. قبل ما نبدا كده زي متعودين نصلي على النبي. كل فيديو بقى حاول كومنت ولايك، واهلا بيكي مع قناه نوعاتي مع طيور بيتي. النهارده بقى ايه دي بقى اللي معايا دي اللي احنا ايه من الخروف جبنا الحاجات دي. تمام، ببدا ان احنا نسائل فيها عشان نعمل شويه سمنه ايه محترم. هتنفعنا بقى لو معانا حوش، هتنفعنا لو هنبدأ نحمر بيها. معايا طبيخ يا جماعة، بتبقى ريحتها حلوة. بتبقى ريحتها كده من الطبيخ ذات نفسه. تمام، ده اسمه شحم يا جماعة، الشحم الضاني ده مفيش أحسن منه. واحدة تطلع بقى تقول لي يا دي الحاجة بتعمل دهون على الكلى يا حبيبة قلبي، يا حبيبة قلبي، افهميني بقى. احنا طلعنا بقى لقينا الايه الهوايل دي. فمع احترامي ليكي مش هنيجي نغيرها النهارده. تمام، في الأول بقى هغير اهو. هجيب الحلة دي طبعا غاز تبارك الله، احط الحلة على النار اسيبها تشرب، انزل بيها عليها معايا المصفى غسلها اهو. دي بقى هنية الكلاوي يا جماعة، هنية ايه اللي على الكلى والكبد وكده. دي بتدوب وكده وحلوة كده ومزة مزة. تمام اهو، اللهم صل على النبي. نجيب جزاز زيت نظيفة تكون كويسة. عايز تحطي برضه هنية تومين برضه مفيش أي مشكلة. صلي على النبي، يوصل معايا للنقطة دي يصلي على النبي كده ويقول اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ننزل بقى بأزازة الزيت بعد ما خلاص نشفت، أهم حاجة ما تشقشقش تعمل كده بتشكشك. فاحنا دي من مية يا جماعة، الحلة بتبقى فيها شوية مية. تمام، خلاص ده اهو الجزازة. هنبدأ بقى يا قلبي منك ليها اللهم صل على سيدنا محمد. خلاص كده سخنت معايا أمورنا بقيت حلوة وجميلة إن شاء الله. أهو نبدأ ننزل بقى على إيه في الزيت زي ما انت شايفة معانا أهو. شايفين تسيح وتدوب معاكي، دوب حتى ما تاخدش وقت معاكي أهو. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا هتبقى معايا خزين معايا للطبيخ فقط، الحاجة دي للطبيخ فقط أهو. اللهم صل على النبي. يطلع 2 كيلو 3 كيلو دول شحم ضاني. ده شحم ضاني مش عجالة تحت الخروف. طبعا اللي متابع معايا في الفيديوهات عارف الحاجة دي بقى الكمية اللي هي طلعت معايا. طلعت صفة يا جماعة اهو. ودي ممكن ايه ارميهم ايه ارميهم للفراخ، لان خلاص دول مش هيصيحوا معاه. طبعا نغرقهمش الفيديو. الحلة كبيرة، الحلة كبيرة يا جماعة، حلة اللحمة الكبيرة. عايزة اقول لكم على حاجة كمان، عاملة حواوشي اهو. ايه رأيكم في الحواوشي بتاعي؟ سخن كده وموحوح ومدخن وحالته حالة. دول بقى اللي انا عملتهم. سيلت كان في شوية برضو صغيرين في الاخر سبب ما هي معمولة كده سايلة. دي لسه ما بقيش اهو. عبى علبتين مربى كبار اللي هي برضو يطلع نص كيلو، والبرطمان ده يعني 2 كيلو سمنة اهي شحم. يعني ادتني كمية شحم تقضيني لقدام يعني. عايز تحطيه في الفريزر وحطي في القلب حط. يلا بقى، سلام عليكم.